بعد الوصفة دي ايديكي هتبقى فلة الشمعة منورة. ده بجد بياض وجمال وحلاوة والنعومة مفيش بعدها. انسي بقى مشاكل الشتاء في ايديكي، مع ايديكي اللي هي ايديكي بتجف منك، ايديكي بتشقق، ايديكي بتسمر. طبعا مع غسيل المواعين والحاجات دي، لو عملتي الوصفة دي كل 15 يوم ايديكي هتفضل عاملة زي ايد البيبي. بس اهم حاجة ننتظم على الوصفة كل 15 يوم ونرطب ايدينا يوميا. يلا بينا بقى نعمل الوصفة بتاعتنا، وان شاء الله هتعجبكم. وهستنى منكم ان انتوا تقولوا رأيكم ايه في الكومنتات. وفي وصفات تاني للايد كتير قوي، بس دي اكتر وصفة جبارة هتعمليها، هتخلي ايديكي بصي بالنعومة دي بجد. يعني بصي ملمس فظيع، يعني مش قادرة اقولك على الجمال. اول حاجة هعملها قبل ما ابدأ الماسك هعمل بخار لايدي. لو انتي بقى عندك جهاز البخار حلو جدا، هتعملي بخار للايد او لاي منطقه انت هتعملي ليها الماسك ده. بس انا بعمله لكم على ايدي، بس هو تقدري تستخدمي الماسك اللي احنا هنعمله مع بعض دلوقتي لاي منطقه في الجسم. هتعملي بخار. طب لو انا مش عندي جهاز البخار، تقدري ان انت مثلا كاتل تمليه ميه والبخار اللي طالع منه تعملي بيه بخار لايديكي، او ممكن حله على تحطيها كده وتعملي بخار للايد. المهم ان انت تعملي لي بخار من 3 ل 5 دقايق، حلو جدا. زي ما قلت لك من 3 ل 5 دقايق بخار. بعد كده هنحضر الوصفة بتاعتنا. الوصفة بتاعتنا دي جبارة بجد ونتيجتها فوري من أول استخدام. أنا خدت معلقة من الطحينة، أي نوع طحينة عندك هتستخدميه، وخدت معلقة من النشا. عايزة أقول لكم، انتوا هتشوفوا بنفسكم الجمال والحلاوة بجد. ايدك هتبقى عاملة زي ايد البيبي. هتبدأي كل ما هتحطي حاجة هتقلبي. أنا حط هنا ليمون. ليمون أنا بتحسس منه ما حطوش، او ممكن تحطي منه نقطتين لو انتي مثلا بتتحسسي من الليمون، لكن مش حابه تحطيه مفيش مشكله. انا حطيت ليمونه كامله على فكره. الليمون انا مش قادره اقول لكم فرق تاني، يعني انتي هتشوفي بنفسك. وبعد كده ميه ورد. وقعدت بقى اللي انا اقلب المكونات كلها مع بعض عشان اوصل للقوام اللي انا عايزاه. اي ماسك تعمليه اهم حاجه فيه التقليب. طول ما انتي بتقلبي الماسك بتاعك كل حاجه هتمتزج مع بعضها كده وهتديكي نتيجه جامده. تقليب مهم لغايه ما توصلي للقوام اللي انتوا شايفينه ده، وبعد كده تبداي بقى ان انتي توزعيه. طيب هوزعه. زي ما قلت لك تقدري تستخدميه للجسم، تقدري تستخدميه للايد، للركب، للكوع. اي منطقه في الجسم انت عايزه تعملي لها تفتيح وترطيب كده وتبقى بتبرق، اعملي لها الوصفه دي. بتنعملك الجسم جدا. بصي كانك، والله بجد اكني بصي ايد بيبي بالظبط. يعني انا بصراحه اتصدمت من النتيجه بتاعته. بس انا مش اول مره بعمله، انا بعمله كذا مره. طيب لو انا عايزه استخدمه لوشي، هعمل الطحينه مع نشا وعسل. لكن لجسمي هحط زي ما قلت لكم معلقه الطحينه، معلقه النشا، الليمونه، وميه الورد، واقلب اقلب. وبعد كده اوزعه اسيبه بقى على ايدي من 10 ل 15 دقيقه لغايه ما ينشف خالص. وهنعمل تركايه حلوه كده مع بعض، انا هنا ما صورتهاش معاكم في الفيديو. لو عندك ليفة مغربية حطيها في مية سخنة وخل، وطبعا تفركي بيها الماسك بتاعك. اما انا هنا عملته معاكم بالطريقة اللي انا بعملها عادي. لو انا بصور لكم يعني الفيديو، فانا عملت لكم من غير الليفة. هتحطي الماسك بتاعك وتسيبيه من 10 15 دقيقة لغاية ما ينشف. وبعد كده هتبدأي بقى تقشري البلاوي اللي هتطلع. انتوا هتشوفوا بنفسكم بعينكم. طبعا انا كنت هعمل ايد واحدة بس واوريكم الفرق، لكن طبعا مش همشي ايد وبايد، فانا عملت الايد التانية. حطيت على ايدي الاتنين، وبعد كده سبتهم بقى لغاية ما ينشفوا، وهنبدأ بقى نطلع البلاوي مع بعض. تعالوا بقى نشوف كده. هنا بقى تعملي التركية اللي انا قلتلك عليها بتاعت الليفة المغربية. لو انت عايزة، مش عايزة مفيش مشكلة. تفركي كده بحركة دائرية الايد، بلاوي هتنزل. بلاوي مش قادرة اقول لكم على البلاوي اللي نازلة بجد. هتفرق معاكي جدا لو انت من الناس اللي ايديها اسمرت في الصيف من الشمس، او طبعا ايديها بتتبهدل في الشتاء ومع غسيل. هتفرق معاكي جدا. هيقشر لك الجلد الميت، هيفتحها لك، هيرطبها لك. بلاوي هتطلع منها. انا مش قادره اقول لكم على الجمال بصوا النعومه، ايه الجمال ده ويا حلويات دي. نعومه فظيعه فظيعه فظيعه. بصي بعد الماسك ده لازم ان احنا نرطب كويس جدا. الماسك بتاعنا القمر، السكر، اللي بصوا النعومه والجمال. انا لسه مرطبتش، انا غسلت ايدي. الغمقان نسيت تفتيح.
مش قادرة اقولك من اول مرة هتشوفيه، ومش اللي هو بقى مؤقت، لا دايم معاكي. كل اللي انا عملته معلقة من الطحينة صغيرة جدا، معلقة من النشا، وخدت كمان بصي، تاني موضوع الليمون ده، لو انتي بتتحسسي من الليمون، عندك حساسية منه، خدي 3 4 نقط من الليمون. لو انتي زي الفل ما عندكش حساسية من الليمون، انا حطيت الليمونة كاملة. بصي الطحينة تفتحها فوري، وحلوة جدا جدا للبشرة، بس لو هتستخدميها تستخدميها هي وعسل بس. اما بقى لو هنستخدمها لايدينا، لجسمنا، اي منطقة انت عايزاها، يبقى هتحطي معلقة من الطحينة زي ما انا ما حطيت معاكم، حطيت معلقة من النشا، وكمان حطيت الليمونة ومية الورد. اخلط اخلط يا معلم، ونفضل نخلط لغاية ما ناخد القوام اللي احنا عايزينه ده. هو ده القوام اللي شايفين، ده القوام اللي انا عايزاه، ده المطلوب. تبداي بقى توزعيه زي ما وريتك في كل مكان في ايديكي. نغسل. تعالوا بقى نشوف الجمال ده كده. بصي النعومه، محدش هيصدق اصلا ان انت واحده، انا دي متحسسه منها يعني. دي عادي بقى، كلنا بندخل المطبخ وعارفين، فدي عادي. من حوادث المطبخ يا جماعه. لكن دي، بصوا، شايفين التفتيح؟ شايفين الجمال؟ هرطب بقى بعد كده. هرطب بايه؟ ببانسينول. انا عندي بانسينول مخليه طبعا في الشتاء للترطيب للجسم، حلو جدا جدا بانسينول كمان للكعب الرجل. بصوا اهو، اهو. هرطب بقى كويس جدا. تعملي الوصفه دي على الاقل كل 15 يوم. الماسك انا سبته لغايه ما نشف على ايدي خالص، خد حوالي 15 دقيقه عقبال ما نشف. بصوا بقى على الجمال والحلويات اهو. بس كده وكده خلصنا النهارده. الوصفه كانت للايد، عشان طبعا دخلت الشتاء بقى والايدينا اللي بتجف معانا، وفي ناس ايديها بتبقى شكلها صعب جدا. وعايزه اقولك كمان في ناس بتبقى بتشتغل يعني شغل بيخلي ايديها بتوصل لكده وبتبقى خشنه. لو عملتي الوصفه دي، انسي ان انتي تلاقي ملمس ايدك خشن تاني. خلاص بعد الوصفة دي نعومة ولا نعومة البيبي، يعني نفس نعومة البيبي بالظبط. ده بجد، انا عايزة اقول لكم الملمس ده، غير بقى التفتيح. والتفتيح بالذات العقل، من اول مرة، من اول استخدام تعمليه هتشوفي النتيجة دي. اعمليه كل 15 يوم طول الشتاء. انسي بقى القشف بتاع الايد، وانسي الكلام ده كله، وانسي ان ايدك تبقى ملمسها وحش او الكلام ده. وملمس الايد طبعا مهم جدا جدا، ان انت تحافظي عليه وتحافظي على شكل ايديكي، ده مهم جدا. اعملوها وجربوها وقولي لي رايكم ايه. متنسوش بقى بعد ما نعمل الوصفة الحلوة دي او عملناها مع بعض، ان انتوا بقى تعملوا لايك وشير للفيديو، ومنشن لصاحبتك اللي ايديها بتعمل كده في الشتاء، وقولي لها تعالي لقيت لك الحل.